انا عارف ان انت في المغرب، عارف ان انت في المغرب دلوقتي، بس لو يهمك الاهلي كمل الفيديو للاخر. ما ينفعش ما ينفعش اللي بيحصل في الاهلي دلوقتي، ما ينفعش. محدش يقول لي الاهلي بيلعب بالناشئين. مجلس الاداره يا جماعه عليه عامل كبير جدا جدا في اللي بيحصل ده. يعني مجلس الاداره بيعمل حاجات حلوه قوي قوي قوي، ويجي في حاجات ساذجه، حاجات ساذجه بيضيعها. يعني مثلا صفقه حامد حمدان دي بقالنا شهرين هو في الاهلي، خلاص فجاه بيراميدز خلص. دلوقتي الاهلي لعب بكاس مصر صح كده؟ طيب مين المسؤول ان الاهلي يطلع؟ هو مجلس الاداره. لا اللعيبه ولا ياس سرب ولا وليد ولا سعد الحفيظ ولا انا ولا انت ولا اي حد. ليه؟ لانه وافق انه يلعب كاس مصر بدون الدوليين. لا في لائحه قالت كده، ولا في بوست حتى قال كده، ولا في منشور قال كده، ولا في حد صرح قال ان الكاس هيتلعب بدون الدوليين. لدرجه ان شوبير نفسه طلع قال لك ان في لعيبه ما كانتش عارفه دي بطوله كاس مصر ولا كاس الرابطه. طب كاس الرابطه بتوع مالهاش اي لازمه، لكن كاس مصر تالت سنه السنه دي تقع منك كده. فمجلس الاداره يا جماعه، مجلس الاداره عليه عامل كبير جدا في اللي بيحصل. طيب دلوقتي الاهلي اتغلب النهارده 3-0 من المقاولين، واتغلب مش عارف من الجيش ومش عارف منين تاني كده، حلو كده. ده ما يقولكش حاجه، ده ما يقولكش حاجه. الاهلي عنده ميزانيه ضخمه، طب ما ترصد جزء منها لقطاع الناشئين. هات مدربين فاهمين، مع احترام الكابتن امين عرابي اللي هو اخو اسامه عرابي، من ساعه ما اتولدت وهو موجود في الناشئين بيختبر الناس وهو عامل كده. لا شايف مين بيلعب، هو شايف بس ابناء عاملين. ومش كل ابناء عاملين وحشين، في منهم مصطفى شوبير، منهم كذا حد، وسيد عمر سيد معوض، يعني مش كلهم وحشين بس ماشيه بالوسايط. الاهلي والزمالك وكله كده، بس الاهلي اكتر كتير في قطاع الناشئين. هات مدربين ذو اكفاء، انت عندك ميزانيه ضخمه، حدد جزء منها. هات مدربين جامدين، هات لك ربيع ياسين يا اخي. ربيع ياسين بيشتغل بجهد وبعرق وبشرف. هات لك ربيع ياسين، هات لك هشام حنفي. ارسب ميزانيه جامده للمدربين اللي تحت. كل حد هيختبر هيبقى يصلح انه يدخل النادي الاهلي، عشان ما يبقاش شكلك وحش وزفت زي ما انت موجود دلوقتي. انت لا منها انسحبت ولا منها لعبت بشرف. دلوقتي جايب مدرب دلوقتي اجنبي بتديه بالدولار دلوقتي، لعب شويه العيال دي كده وشوف هيطلع منهم اي قماشه. قماشتي ايه؟ هو ده فريق؟ اللي خلى السكند تيم بتاعك فريق ضايع. هتقول الناشئين او الاشبال او اللي تحت دول هيعملوا حاجه؟ فكابتن خطيب عليك دور كبير جدا جدا جدا. انت ناسي موقع منك قطاع الناشئين، موقعه منك خالص، وده قطاع مهم جدا جدا. انا بتكلم يا جماعه عن الاهلي الكبير. الاهلي ميزانيته ضخمه. هات مدربين جامدين في قطاع الناشئين واديهم مرتبات كويسه وحاسبهم اخر السنه. دي روشته يا جماعه من الاخر. حاسب الناس دي، هات مثلا ربيع ياسين مثلا وحاسبه اخر السنه. طلعت لي 5 6 لعيبه من الناشئين، يبقى انت راجل ناجح وماشي كويس وكمل. لكن كده الاساسي ضايع، ما بالك بقى اللي قاعد على الدكه بره. يا جماعه بهدوء كده، بهدوء. مجلس الاداره زي ما بيعمل حاجات حلوه جدا، في حاجات بيسقطها ساذجه قوي ساذجه قوي. انا راينكم لغايه دلوقتي نفس الناس، المدربين بامين عرابي بكل الناس هي موجوده تحت لغايه دلوقتي. لكن يا باشا ادي الناس مرتبات كويسه، وحاسب الناس في الاخر بقى، وسنه بسنه، مش مدى الحياه، هي مش حق انتفاع. فكابتن خطيب بمجلس اداره النادي الاهلي عليكم لوم كبير جدا جدا انكم وافقتوا تلعبوا كاس مصر بدون دوليين وانتوا معاكم لعيبه كسر زي دي. وتاني حاجه انكم مسقطين قطاع الناشئين، بالرغم ان انت عندك امكانيات تخلي قطاع الناشئين يغذي الفريق الاول، وبرضه مع الدعم ماشي من بره. بس ما تسقطش قطاع ناشئين عندك، قطاع مهم جدا عشان ما يبقاش شكلك بالمنظر ده. انت لما تشارك باسم النادي الاهلي كل معاك الف حساب، لكن بتلعب اي فريق، المصريه اتصالات تكسبك، المقاولين يكسبك، الجيش يكسبك. ما ينفعش، ما ينفعش كابتن خطيب. سلام.